هنتكلم النهارده عن اللكمه الاماميه الحاقه. اول حاجه لازم ايدنا تتقفل كويس جدا اهي، وبنضرب بين السبابه والاوسط بالعقل بتاع الصابع من اعلى. طيب اول حاجه لازم اخد وقت على خط واحد مع الخصم، والمناطق اللي بتبقى ضربه بتبقى الصدر او الوش، دي اهم مناطق بيحصل فيهم الضرب. طيب المسار بقى بتاع الضربه لما الخصم بيبدا، لو هو الهجوم بتاعه من هنا تمام، اول حاجه انا ببقى حل المنطقه دي، يبقى انا اول ما باجي داخل على الخصم بدا اهي. طيب ما ينفعش انا اطلع على طول بيها كده، لان هو لو حصل هتطلع مستقيمه او هتطلع سهله، مش هتطلع على الهواء. يبقى انا التصرف الطبيعي بتاعي ان انا اهو والخصم داخل عليا اهي اهي اهي، سواء جت هنا على الصدر او جت هنا. طيب الحاجه اللي بعد كده لو حصل ان هو كان الهجوم بالايد الثانيه اهي، طيب في حاله بقى المسك، لو حصل المسك الخصم داخل ماسكني هيمسكني اهي اهي، اهو هيمسك بالايد الثانيه اهو اهي، وفي نفس الوقت لو ما فيش مسك دي الضربه دي من الضربات اللي ممكن مسافتها تبقى طويله اهي. يبقى احنا نقدر ان احنا نعملها في مسافات قصيره اهي، ونقدر نعملها في مسافه كبيره اهي. شكرا.